كمريض، إذا سمعت مصطلح الخلايا الليمفاوية البلازمية من قبل طبيبك أو من مختبرك، لا تشعر بالخوف أو الذعر. إنه مجرد مصطلح بسيط، لكنه لا يدع للقلق. معظم العدوى الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى بعض الخلايا الليمفاوية غير الطبيعية. الخلايا الليمفاوية هي رجال الإطفاء في معظم العدوى، خاصة العدوى الفيروسية. عندما تقاتل هذه الخلايا الليمفاوية الفيروس، فإنها تمر ببعض التغيير، يبدون مختلفين قليلا عن الخلايا الليمفاوية العادية. لكن الخلايا الليمفاوية البلازمية ليست مرتبطة بالسرطان، إنها فقط تشير إلى أنك تعاني من عدوى فيروسية. أحيانا بعض العدوى المزمنة قد تؤدي أيضا إلى ظهور الخلايا الليمفاوية البلازمية، لذلك يجب اعتبار وجود الخلايا الليمفاوية البلازمية كدليل على تعافٍ حديث محتمل من عدوى فيروسية، ويجب عليك مناقشة أهميتها مع أطبائك. ومع ذلك، فإن معظم الحالات ستتحسن تلقائيا مع علاج بسيط، ولا داعي للذعر بشأن ذلك.